أهلا بكم أهلا بكم في قناتنا عالم الكرة. تشكيل ناري لمنتخب مصر ضد السعودية، مفاجآت تقلب الموازين. يلتقي منتخب مصر نظيره السعودية في مباراة ودية اليوم بهدف تجربة اللاعبين واستكمال خطة التحضيرات لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. تأتي المباراة ضمن معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس، حيث يسعى الجهاز الفني لاختبار اللاعبين الجدد والبدلاء قبل البطولة. أذكر أن قرعة البطولة أوقات الفراعنة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، مما يجعل مثل هذه المباريات الودية فرصة مهمة لتجربة التشكيلات المختلفة وتحديد العناصر الأساسية. هيثم حسن ينضم للفراعنة لأول مرة. من المتوقع أن يشهد التشكيل مشاركة هيثم حسن لاعب ريال أوفيديو الأسباني الذي انضم إلى صفوف المنتخب الوطني لأول مرة، ويؤتي انضمامهم ضمن خطة حسام حسن للاستفادة من اللاعبين المحترفين في أوروبا وتجهيزهم لخوض منافسات غياب محمد صلاح عن المباراة، ويغيب محمد صلاح قائد المنتخب المصري عن اللقاء الودي أمام السعودية بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع نادي ليفربول الإنجليزي. ويشكل غياب محمد صلاح فرصة لاختبار عناصر هجومية أخرى مثل تريزيجيه وعمر مرموش بجانب هيثم حسن لتعويض النقص في الهجوم وتجربة التشكيل الأمثل قبل انطلاق البطولة العالمية. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر: حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتوح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، خط الوسط حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، خط الهجوم تريزيجيه، عمر مرموش، هيثم حسن. ما تنسوناش بمتابعة اشتراك في القناة ولايك وكومنت لتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في كرة القدم. شكرا لكم.